سنعرض لكم في هذا المقطع النزال المنتظر والذي جمع بين جمال بن الصديق الملقب بالجالوت أمام الجزائري سفيان العيدوني، وكيف انتهى النزال بين هذين المقاتلين بعد النهاية غير المتوقعة، حيث أقيم اليوم نزال نصف نهائي ضمن بطولة جلوري العالمية في فئة الوزن الثقيل، حيث عاد المغربي جمال بن الصديق إلى حلبة جلوري بقوة بعد غياب طويل دام لسنتين، وحقق انتصارين متتاليين مما عزز من حماسة الجماهير. أهمها فخاض نزاله الأول مع المقاتل الروماني يورجين دال، فكانت معركة طاحنة بما تحمل الكلمة من معنى، سحق بن الصديق خصمه بركلة عالية أسقطته على الفور. ليخوض بعده جمال نزاله الثاني مع المقاتل الليتواني ريستيا، فانتصر عليه بن الصديق بصعوبة وذلك بقرار إجماعي للحكام. بينما دخل الجزائري بسجل رائع ب38 فوزا، منها 19 انتصارا بالضربة القاضية و4 هزائم فقط. وأخيرا وحانت المواجهة المنتظرة بين المقاتلين، وفي الجولة الأولى كانت جولة تكتيكية وحذرة بكل المقاييس، فوجه جمال ركلة منخفضة صوب خصمه، كما وجه أيضا بن الصديق ركلة منخفضة قوية لتحسس مدى صلابة العيدوني، فرد عليه الجزائري أيضا بلكمة يسارية وركلات متتالية، فالتحم كلا المقاتلين بالركلات المنخفضة، فقاموا بعدها بالدوران داخل الحلبة ليوجه سفيان ركلة يسارية مستقيمية صوب جمال، فوجه بعد المقاتلين العينان بكل ما يملكان من قوة. وفجأة وبلمح البصر حدثت الصاعقة التي لم تكن في حسبان المغربي، وأنه قام جمال بحركة خاطئة مما أدت إلى وقف النزال، مما أدت تلك الإصابة اللعينة إلى حرماننا من النزال المشتعل، وذلك قبل انتهاء الجولة الأولى. وهنا بعد المباراة ظهرت خيبة الأمل في وجه جمال بن الصديق، ليبدأ بالبكاء الشديد بعد اقتراب خطوة واحدة إلى اللقب العالمي. وبعدها أعلن الحكم فوز سفيان العيدوني على جمال بن الصديق. ولا تنسوا أن تكتبوا آرائكم في التعليقات حول هذه الخسارة المؤلمة التي تعرض لها جمال بن الصديق. وبهذا وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء.